الفيديو ده أنا عارفة إني متأخرة فيه، وعارفة إن أنا المفروض كنت أسجله من قبل كده، بس أنا فعلا يعني كنت مش عارفة أقول إيه أو مش لاقية كلام أقوله. آه، بس عشان الناس اللي أنا بشكرها من كل قلبي، سواء اللي بعتت لي وسأل صحابي على الفيس في كل مكان. أنا بعتذر على اليوتيوب لأن الابليكيشن كان ممسوح من عندي. آه، بس كمان على ما الواحد يقدر ان هو يتكلم ويسجل، يعني انت تخيل تبقى نايم في امان ربنا، عندك حياتك متخططة بشكل ما، بتصحى على فزعة يعني ملهاش مثيل. كمية من الرعب الفظيعة. الأرض بتترجج من كل حتة. الصوت كان فظيع، صوت التخبيط في الأرض، وصوت الزلازل. صوت بتهيألي المباني بيكون فيها زي صوصات أو كده، بتقعد تك 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 تك، والأرض تحس بتتكسر بوم 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 بوم. والرجرجة اللي هو يعني بشكل رهيب، بشكل يعني ملوش مثيل. يعني اصلا احنا قمنا، انا من كتر الرعب، يعني من كتر الرعب لما قمت، المفروض انك مثلا تنزل جنب السرير او بتروح في اي مكان، او في حاجات احنا عارفينها لحماية الزلازل. العقل كان واقف تماما. انا حرفيا صحيت يعني، انا وجمال احنا الاتنين ما اتحركناش من على السرير اصلا. الحمد لله ان احمد وقتها كان جنبنا. آه، الاول يعني الزلزال هيخلص، الزلزال ما بينتهيش، الوقت ما بينتهيش، الشدة بتزيد بشكل فظيع. يعني درجة انه الحيطان شوية هي اتشرخت عندي في البيت، فتحس تحس كأن صوت، يعني صوت الشرخ ده كأنك بتسمعه اصلا. قعدت ادعي و... واصلا يعني حاولنا، جمال حتى حاول يقول لي قومي قومي من على السرير، ان احنا نحاول نحمي نفسنا. يعني كان في تسليم لإرادة ربنا، انه خلاص. انا قلت ان احنا اكيد خلاص مش هنطلع، يعني اكيد مش هنطلع من البيت، يعني من كتر من هول الموقف والهزة و... ولان كمان الزلزال يعني كان قوي جدا، ووقف ثواني او لحظات يعني، ورجع بعد كده بشدة مهولة. الشبابيك بدأت تتفتح، الحاجات، يا ربي يعني تجربة كانت فظيعة فظيعة فظيعة. أنا يعني حتى طول وقت الزلزال زي ما بقول لكم ما قدرتش اني اتحرك من مكاني من كتر الرعب. من الانسان عقله بيقف تماما. يعني لو كان البيت واقع علينا حرفيا كان اكيد كان زماننا متنا، لانه احنا ما اخدناش اي طريقة ان احنا نحمي نفسنا. يمكن بيكون تسليم لإرادة ربنا. اول لما زلزال وقف قمنا جري، يا دوبك لبسنا جواكت، وشلنا احمد. الحمد لله انه احمد كان نايم وما حسش بالهزه. طبعا كان في اصوات، الناس كلها بتصوت واللي بيصرخوا. آه، يعني وكان في حد من جارنا تحت كان واقف بينادي على الناس يشوف مين اللي نزل ومين لسه منزلش، بيطمنوا يعني. كل الناس نزلت في فزع ورعب فظيع، اللي اغمى عليهم، اللي دخلوا في هستيريا من العياط والصريخ آه، شيء فوق الوصف. يعني في ناس لدرجة ان هي نزلت وقت الزلزال، وده خطر جدا، نزلوا حتى حافيين في جو قارس برد رهيب. احنا في -9 وماينس 10، والتلج كان نازل قبلها. نزلوا حتى حافيين من غير اي حاجة. كان لحظات من الرعب الرهيبة اللي يمكن يعني في حياتي مش هعيش زيها. طبعا الناس على ما بدأوا ان هم يستوعبوا، نزلنا كلنا نحاول نقعد في العربيات. نحاول ان احنا نقعد في العربيات. آه، طبعا الواحد كان متخيل انه يعني زلزاله بيخلص لكن ما بينتهيش. طول الوقت هزات بمعدل كل 15 دقايق هزة. مؤخرا انا عرفت انه اجمالي العدد كان اكتر من 2000 وهزة. كمية هزات مهولة. آه، قعدنا أول، يعني أنا اعذروني في الأيام شوية، لأنه أنا كنت حاسة إنه في فاصل زمني في حياتي وواقف. يعني الوقت اللي فات هو أنا مش مدركة قوي الأيام بتاعته، يعني يوم إيه وعملنا إيه وكده، فأنا مش مدركة ده، لأنه هو الزمن
يعني من وقت الزلزال كأنه وقف، وكأنه يعني عمر طويل، فترة طويلة قوي. بس احنا في الفترة الأولى قعدنا بتهيألي يومين مثلا في العربية، قاعدين فيها بنعمل كل حاجة فيها، يعني بننام طبعا. يعني الوضع كان صعب جدا، بس انه وفي البرد كمان، انه مشكلات البرد كان الجو كان صعب جدا يعني. حاولنا ان احنا بنفتح من وقت للتاني التدفئة في العربية، لكن ما كانش في بنزين في المحطات، لان الناس كلها راحت. في الاول الازمة حطوا بنزين، فانت كان لازم تقتصد جدا في فكرة البنزين والتدفئة، فيعني على اقل القليل ما كانش معانا شحن تليفونات طبعا في الاول قوي. يا دوبك يعني التليفون نستخدمه ونقفله عشان نطمن اهالينا واصحابنا والى اخره. قعدنا اول يومين يمكن انه على نفس الوضع، جربنا قلنا طب يعني مثلا انه مش هنروح في العربية، نروح مثلا نقعد في الاماكن العامة الموجودة. بس انا لما رحت المكان عام، لما روحنا المكان العام، الموضوع بالنسبة لي نفسيا كان مرعب أكتر. آه، لأنه الناس كلها هناك قاعدين وكله بالبطاطين ونايمين، وبيعملوا شوربة بيوزعوا، وناس واقفين يعني الوضع كان نفسيا كان مؤلم أوي، فظيع. عايزة اقول لكم انا كنت بعرف اخبار الزلزال يعني من اهلي اكتر، انه الوضع عامل ازاي. كمان تاني يوم من الزلزال احنا في غازي عنتاب، جمال راح، هو ومجموعة من الشباب. احنا فضلنا في العربيات لان قالوا الاصلاحية الوضع فيها فظيع. منطقة الإصلاحية تبع غازي عنتاب، حرفيا ما فضلش فيها بيت تقريبا، وعدد الناس اللي ماتت هناك اكتر بكتير من الناس اللي عايشة. راحوا طول اليوم حاولوا ان هم يساعدوا الناس يطلعوا من تحت الانقاض. شفت شوية فيديوهات صعبة جدا. الناس كلها نايمة نايمة نايمة، ومتغطيين بالبطاطين، متغطيين بالبطاطين. كمية عدد فظيع يعني، صعب جدا كان ممكن نكون مكانهم. آه، بس لطف وكرم ربنا علينا، ربنا كريم الحمد لله. اصلا كمان اليوم ده يعني لما جمال جه كان متأثر نفسيا جدا. احنا كنا بندخل البيت يعني آه، في فترات بسيطة قوي، يعني انه مثلا محتاجين حمام، محتاجين مثلا نشحن التليفون، فكنا ساعات بنسيب التليفون في البيت مثلا شوية ونرجع نجيبه. كذا مرة لما تطلع اصلا وانت جوه يحصل هزات فرعب. واصلا اول ما تدخل البيت قلبي يقعد يدق يدق، كلنا يعني كل الناس، وتفتكر الاصوات يعني الموضوع رعب نفسي، رعب نفسي فظيع. احنا الحمد لله بيتي الحمد لله ما تأثرش، لكن الدولة بعتت لكل الناس. عندي طبعا شروخ، عندي شروخ في أوضة النوم، في الحيطان، في الطرقة وانا ماشية يوم الزلزال، يعني وقت الزلزال اصلا واحنا طالعين الطرقة عندي كانت متشرخة مباشرة. يعني بتهيألي ان هو لو كان استمر شوية كمان كانت الحيطة وقعت اكيد، يعني اكيد. بس الدولة قالت انه محدش يدخل غير لما يجوا المهندسين الاول ويشوفوا هل التشرخات اللي موجودة دي هل هي في العواميد ولا في الاساس يعني. فلو في العواميد مفيش مشكله، لو في الاساس الناس تقدر تدخل. طبعا الغاز الطبيعي مقفول، فمفيش تدفئه في البيوت. الميه كمان حصل فيها انفجارات، فمفيش ميه في البيوت، كان بس في كهرباء. الميه كانت بتيجي يعني بسيطه قوي قوي. في ناس اعرفهم صحابي كانوا الميه جت عندهم لونها اصفر، لانه انفجرت فاختلطت مع التراب مع الحاجات. فالوضع في البيوت يعني، حتى لو البيوت باقية كان صعب جدا انك تدخله مع كمية الهزات الفظيعة. ان انت كمان ممكن بتوقع ان البيت ممكن يقع في اي لحظة، يعني هل هيستحمل كل الهزات دي او لا. حصل اليوم اللي بعديها كنا في السوبر ماركت، الهزة التانية اللي كانت بنفس القوة اللي هي 7 و9 برضو. كنا في السوبر ماركت وبرضه يا دوب اخدنا الحاجات، الناس كلها قعدت تصوت وتصرخ، وطلعنا كلنا بره، وكانت الارض بتتهز يعني، وانت واقفه عليها بتتهز بطريقه فظيعه يعني. سبحان الله بجد، سبحان الله. بعد كده بعد يومين او 3 ايام قلنا المفروض ان احنا، او يعني كان في اوبشن ان احنا نروح في خيمه.
نقضي بحيث ان احنا على الاقل نفرد جسمنا، لانه الناس اللي موجوده كلها يعني مثلا في ناس ما عندهاش عربيات، فبالتالي انت بتستضيف اللي مش عنده عربيه معاك عشان البرد والى اخره، فما انت طول الوقت قاعد، يعني جسمك ورجلك بتتكسر يعني من كتر القعده. آه رحنا خيمه. هناك الخيم كانت معموله. الوضع كان صعب جدا. الوضع كان صعب نفسيا، يعني طول ما احنا قاعدين في العربية وانت جنب البيت فانت حاسس انه في الى حد ما امان، منطقتك جنب بيتك جنب يعني الحمد لله احنا المنطقة اللي احنا فيها الحمد لله فضل وكرم من ربنا ما حصلش فيها، كل البيوت سليمة الحمد لله، يعني ما فيش حاجة وقعت. آه، لما رحنا المخيم او المكان اللي فيه الخيم، تحس ان انت خلاص حد هومليس، حد بلا مأوى، ما عندكش بيت. المكان كان كويس انه انك كان في شلل طبعا وبطانيات، كانوا بيوفروا بطانيات وانك تنام وتفرد جسمك وظهرك، فده كانت يعني الميزة انه ارتحنا يوميها. بس بالليل كنا مشغلين الصوب اللي هي بالفحم والخشب. بس مجرد ما النار تهدى البرد كان فظيع. اليوم ده كان -9 تقريبا، وكان في تسريب إلى حد ما من بره. أنا بعد اليوم ده أصلا عييت، يعني باين على صوتي معلش اعذروني، ومعرفتش أنام أبدا. الناس وهي ماشية بره تحس ان هي ماشيه فوق راسي، وتحس انه ناس بتتكلم في ودانك. يعني هي تجربه كانت صعبه. بس عشان كمان حسينا او قعدت افكر انه معقوله ناس في سوريا عايشه بقالها سنين في المخيمات دي. أم، شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. اتخيل الناس بقالها سنين، يعني احنا قعدنا يوم، تاني يوم صحينا مشينا، قررنا ان احنا هنروح نحاول ان احنا نروح اسطنبول رغم انه ما كانش في تذاكر طيران وكل حاجة. هاجي لنقطة ان احنا ازاي سافرنا اسطنبول، بس اقصد اقول انه تجربة خلت الواحد يعني بتشوف الحاجة من بعيد، بس لما تتخيل الناس عايشة بقالها عمر في الخيم دي، فالموضوع صعب جدا. وربنا يعين الناس بجد، ربنا يعين الناس، ربنا يعين الناس على المصايب اللي عندهم. خلصنا بعد اليوم اللي كنا فيه في الخيمة، وده كان برد برضو جدا، يعني كان عندنا المية في العربية كنت سايباها. لك أن تتخيل الصبح بتلاقيها متجمدة تماما، فلك أن تتخيل كمية البرد المميتة اللي موجودة هناك. بعد اليوم اللي قضيناه في الخيمة قلنا ان احنا ان شاء الله هنحاول نروح اسطنبول. لان يعني الوضع كان صعب انه يستمر على يعني بالطريقة دي. المطار كان زحمة موت، قعدنا في المطار يمكن اكتر من 12 ساعة على ما ركبنا الطيارة. انه اصلا مش بالحجز، يعني انت بتقف طوابير طوابير ملهاش نهاية، وبعد ما بتعدي مرحلة تدخل المرحلة التانية زحمة موت. يعني كان تجربة المطار كمان كانت صعبة جدا وطبعا الناس من كتر الاسترس والضغط وخناقات وصويت ومش عارفة ايه وانت بقى مش عارف الصويت ده عشان في هزة اصلا، علشان في هزة مثلا ولا علشان في ايه. فكان رعب وتوتر فظيع واجهاد، بقى اجهاد رهيب، يعني اجهاد فوق الوصف. يعني بجد ركبنا الطيارة، يعني والله العظيم بعقوبة. على ما وصلنا اسطنبول احنا رحنا المطار يمكن الساعة 12 واحدة الظهر مثلا، وصلنا اسطنبول اللي هي رحلة ساعتين. وصلنا المفروض الساعة 6:30 الصبح تاني يوم. احنا طلعنا من المطار يمكن الساعة 4 حاجة كده. معاناة وإجهاد، والإجهاد بيزيد يعني بطريقة فظيعة. أول يوم في اسطنبول نزلنا حجزنا فندق جنب المطار. اليوم ده كان إلى حد ما الحمد لله نمت بقى، يعني كان بقالي حاسة، أنا كنت حاسة إن بقالي عمر ما نمتش، عمر كده من الزمن ما نمتش. قضينا اليوم ده نمنا اليوم. آه، فاليوم ده لحد ما نمت. طبعا كان بقالنا ايام في الشارع، فالحمد لله الواحد قدر انه يعني ياخد شاور يستحمى الكلام ده كله. آه، بس كان بعد اجهاد يعني فوق الوصف. طبعا واحنا من البيت يا دوبك يعني خدنا اساسيات، يعني حاجات بسيطه جدا. حتى وانا في البيت بحاول الم اي حاجه من هدوم، بالذات هدوم لاحمد.
حصلت هزة برضه مش يعني كنت مش عارفة بقى احنا حاطين ايه مش حاطين ايه جايبين، يعني الموضوع كان صعب جدا. بعدين حجزت تاني يوم تذكرة لمصر. حجزتها الساعة، المفروض ان هي كانت الفجر. وبعد ما رحنا المطار والمطار كان بعيد عن الفندق لان هو اسطنبول كبيرة قوي، فالمطار التاني رحنا الاقي نفسي حجزاها يوم 11 ابريل مش 11 فبراير. انا عايزه اقول لكم انا من اول اللي حصل انا ما عيطتش، ما انا في صدمه، يعني في صدمه، مفيش اي رد فعل. انهارت وقتها بقى من كتر التعب والاجهاد يعني اللي انا فيه. بعدين الحمد لله يعني كنسلت التذكره، وكان ميعاد تاني يوم، فروحنا مكان نمنا فيه قضينا فيه اليوم. وبعدين الحمد لله وصلت مصر على خير. الحمد لله وصلت مصر على خير بعد تعب وإجهاد صعب جدا. طبعا مش هيجي زي الناس اللي لحد امبارح واول بيطلعوهم من تحت الانقاض في البرد الفظيع ده وعايشين تحت الانقاض، او الناس اللي عندها معاناة فظيعة جدا ومرت فقدت ناس من اهاليها. الحمد لله ربنا تلطف بينا وكرمنا. الحمد لله ربنا كرمنا وكرمه وفضله كبير. الحمد لله. كان ممكن نكون مكانهم، كان ممكن نكون لحد دلوقتي لسه تحت الأنقاض مستنيين حد ينقذنا، كان ممكن نكون دلوقتي من الناس المتغطية بالبطاطين ويمكن مش عارفين يتعرفوا علينا. فربنا كرمنا بكرمه. فالحمد لله ربنا تلطف بينا وبأهالينا. الحمد لله. آه، يعني حاسة فترة عما الواحد يقدر يتخطى الموضوع وربنا يرحم الناس اللي ماتت ويصبر الناس اللي عاشت. يمكن يقولك انه اللي مات ارتاح، لكن اللي عايش هو اللي مات. خصوصا اللي فقد معظم اهله، ربنا يصبرهم، ربنا يصبرهم. و... واشكركم من كل قلبي على سؤالكم، ويا رب دمتم في امان ان شاء الله.